سلام. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو وانتوما في احسن الاحوال. الموضوع اللي غنحكيو فيه اليوم محتاج شي كاس ديال القهوه، وإلا كانت شي حاجه في يديك غير حطها وركز معايا مزيان. ناخدو نفس عميق ونبداو في الفيديو ديالنا. تطوير الذات ماشي غير كتب ولا فيديوهات، هو طريقه عيش. هو انك كل نهار تسول راسك شنو درت اليوم باش نكون حسن من البارح، ماشي بزاف، غير حاجه وحده صغيره، ومع الوقت هاد الحوايج الصغار كيوليو تغيرات كبار. الناس اللي كيبقاو يضيعوا الوقت في المقارنه عمرهم ما غادي يتقدموا. ركز على راسك، على الرحله ديالك والصعوبات ديالك. راه اللي كتبان سهله عند الناس راه فيها تعب ما كيشوفوش حتى واحد. خدم في صمت وخلي النتائج تهدر. راك ماشي خاصك تكون كامل باش تبدا، بالعكس خاصك تبدا باش تولي كامل. الناس اللي كيبانوا ناجحين دابا كانوا غير بحالك، ضايعين مترددين، ولكن كان عندهم الإصرار، واللي عنده الإصرار ربي كيعطيه الطريق. الناس اللي وصلوا ماشي حيت عندهم حظ، ولكن حيت ما عطوش للكسل والشك في راسهم فرصة. كل نهار كانوا كيقولوا اليوم غادي نزيد خطوة، حتى إلا كانت صغيرة، وبهاد الخطوات الصغار بناو جبل النجاح ديالهم بلا ما يحسوا. راك الا بغيتي تبدل حياتك خاصك تبدا تبدل عقليتك، ماشي غير تبدل الناس ولا البلاصه اللي فيها. راه المشكل ماشي في الدنيا، المشكل في كيفاش كتشوفها. وإلا دربتي عقلك يشوف الخير حتى في المصايب، غادي تولي الحياة بالنسبة ليك مدرسة ماشي عذاب. ما تبقاش كتستنى الظروف تولي مثالية باش تبدا، راه عمرها ما غادي تولي هكاك. البداية دايما كتكون صعيبة، ولكن اللي كيواجهها بصلابة كيرتاح في النهاية. المهم ما كيوقفش، حتى إلا طحتي وقف وكمل، حيت كل طيحة عندك فيها درس. عندك مثال وهو خير مثال، توماس إديسون، الراجل اللي ما خافش من الفشل حتى صنع النور. شوف، توماس إديسون ما تزادش عبقري ولا كان عنده مدارس زوينة، بالعكس منين كان صغير الأساتذة ديالو طردوه من المدرسة وقالوا عليه غبي ما كيعرفش يتعلم. ولكن الأم ديالو ما خلاتش هاد الكلام يكسره، قالت أنا اللي غادي نقريه بنفسي. ومن ثم بدا إديسون كيتعلم بوحدو، كيقرا بزاف، كيسول بزاف، وكيجرب أي حاجة. منين كبر شوية خدم في محطة القطار، وكان كيستغل الوقت اللي الناس كيرتاحوا فيه باش يتعلم الكهرباء، الصوت والموجات. كان كيخدم بيديه وكيخسر وكيولي يعاود من الأول، ولكن ما عمره ما استتصور معايا ملي قرر يصنع المصباح الكهربائي دار أكثر من 1000 تجربة فاشلة. وفاش سولوه الصحفيين قالوا ليه واش ما حسيتيش بالإحباط بعد 1000 تجربة ما نجحتش؟ جاوبهم بجملة بقات في التاريخ: أنا ما فشلتش 1000 مرة، أنا غير لقيت 1000 طريقة ما كتخدمش. هاد الجملة هي الزبدة ديال تطوير الذات. ماشي الفشل اللي كيطيحك، ولكن كيفاش كتعامل معاه. بعد سنين ديال التجارب أخيرا اخترع المصباح الكهربائي، ومن ثم ولات الدنيا مضوية، وما بقاتش العتمة هي الأصل، ولكن النور هو العادي. تخيل واحد الراجل بعقله خلى الناس يعيشوا بنور في كل دار في العالم. ولكن القصة ما سالاتش هنا. إديسون ما بقاش غير في المصابيح، دار شركات كهربائية، أسس شركة ولات اليوم تعرف باسم جنرال إلكتريك، واحدة من أكبر الشركات في العالم، وباقي كاينة إلى يومنا هذا، خدامة في مجالات ديال الطاقة، الطب، التكنولوجيا، وحتى الفضاء. هادشي كامل بدا من واحد الإنسان اللي قالوا عليه غبي، ولكن هو ما صدقش الناس، صدق راسو، وخدم وقرر راسو وجرب وفشل وكمل حتى دار التاريخ. اليوم ملي كتشوف الضوء في دارك، في الزنقة، في المستشفى، في المعامل، راك كتعيش واحد الاختراع اللي دارو راجل واحد بالإصرار، بالفكر وبالإيمان، وبأن كل تجربة خايبة هي خطوة للقدام. القصة ديال إديسون كتورينا بوضوح النجاح ماشي حظ، النجاح هو خدمة،
وصبر وتكرار، واللي كيخاف من الفشل عمره ما غادي يشوف النور. وكاين امثله كتار اللي هما تقريبا بحال اديسون، بحال ستيف جوبز. بدا من والو، ما كملش حتى الجامعه، ولكن كان كيعرف شنو باغي يدير، خدم على راسو، تعلم، فشل ورجع يوقف. راه النجاح ما كيجيش في ليله ونهار، كيجي ملي كتكمل حتى وانت خاسر. الا كان هو قدر يرجع من الفشل ويصاوب شركه بحال ابل، علاش انت ما تقدرش تبدا من جديد في حياتك؟ كاين اوبرا وينفري، كانت عايشه في الفقر وتعرضت للحوايج اللي صعاب بزاف، ولكن ما خلات حتى واحد يكسرها. خدمات على عقلها، على طريقتها في الكلام، وآمنت براسها، واليوم ولات من أقوى النساء في العالم. الموقف هنا بسيط، ما يهمش فين تولدت، المهم فين باغي توصل. والمثال اللي كان عنا هو إيلون ماسك، دار شركات طاحوا وفشلوا، الناس ضحكوا عليه، قالوا عليه حالم، واليوم هو من أغنى الناس في العالم. السبب ما خلاش الخوف يربحه، كل فشل كان عنده بمثابة تجربة جديدة. راه كل واحد فينا فيه إيلون صغير، خاصو غير الشجاعة باش يجرب بلا ما يخاف. جيكي رولينغ اللي كتبات هاري بوتر كانت مطلقة وفقيرة، كتبها رفضوها بزاف ديال الدور ديال النشر، ولكن ما يأستش، قالت غير واحد غادي آمن بيا، وفعلا الإيمان ديالها خلاها تكتب التاريخ كامل. في الحياة ما كيعنيش الفشل النهاية، كيعني البداية ديال شي حاجة أعظم. وحتى في العالم العربي شوف نجيب سويرس، بدا صغير في شركة الوالد ديالو، ولكن طورها بعقلية جديدة، دخل التكنولوجيا والاتصال، ولا من رجال الأعمال الكبار. راه النجاح ما كيتواردش، كيتبنى خطوة بخطوة بالإبداع والتفكير المختلف. وما نسوش نوفل العواملة، الإعلامي الأردني، بدا بصوت بسيط ومجهود ذاتي، واليوم ولا من أبرز الأسماء. هاد النوع ديال الناس كيعلمونا أن الطموح ما كيتقاسش بالفرص اللي عطاوك، ولكن بشحال من مرة خلقتي فرصتك براسك. الخلاصة هي أن التأثير الحقيقي ما كيتبناش في ليلة، كيتبنى بخطوات صغيرة، بصبر كبير، وبإيمان بنفسك. حتى وانت في وسط الفشل ماشي ضروري تكون عبقري ولا تولد في الغنى، المهم تكون مستعد تتعلم، تجرب وتكمل. الناس اللي بصموا التاريخ ما كانوش الأفضل، كانوا الأكثر إصرارا. واخا الطريق طويلة، النتيجة تستاهل، لأن أقوى تأثير هو أنك تبدل راسك، ومن بعد تبدل العالم من حولك. وفي الأخير التطوير ماشي غير في الكلام، هو في الأفعال الصغيرة اللي كتديرها كل نهار بلا ما يحس بيها حتى واحد، ولكن نتيجتها كتبدل حياتك كاملة. التأثير الحقيقي ماشي أنك تغير الناس، هو أنك تغير راسك حتى الناس يبداو يشوفوك بنظرة جديدة. عارفة في هاد الحياة كل واحد فينا عنده قصة، عنده صراع، وعنده حلم كيتقاتل عليه في صمت. يمكن اليوم راك في مرحلة كتسول راسك واش نقدر نبدل، واش نقدر نوصل. الجواب بسيط، إيه تقدر، غير خدم على راسك خطوة بخطوة، وخلي الوقت يبرهن على التغيير اللي درتي. ودابا بغيت نسمع منك، شنو هي الحاجة اللي باغي تغيرها في راسك باش تولي النسخة الأفضل؟ واش كتحس أنك قريب من الحلم ديالك ولا باقي كيبان بعيد؟ شارك رأيك في الكومنتير، حيت يمكن الكلمة ديالك تكون الشرارة اللي تفيق الحماس في شي واحد آخر. وعندي سؤال آخر، واش عمرك فشلتي في شي حاجة ورجع هاد الفشل هو سبب النجاح ديالك؟ وما بقى لي غير نقول لكم نتلقاو في فيديو جديد.